تعال نشوف آخر التطورات اللي حصلت الأسبوع اللي فات ما بين الأزمة الإيرانية الإسرائيلية وتأثيرها إيه على العقارات في مصر أو التضخم بشكل عام. الحمد لله رب العالمين ما اتقفلش مضيق هرمز لحد دلوقتي، وكمان لو في أي أزمة بترولية ممكن تحصل الفترة اللي جاية أو حتى بعد أسبوعين أو 3، فالحمد لله إن هي محلولة، لأن بضغطة زرار تقدر السعودية تزود ضخ البترول حوالي 3 مليون برميل يوميا، والإمارات تقدر تزود مليون برميل يوميا، فاحنا ممكن يحصل إغراق للسوق بالنسبة للبترول. فالحمد لله رب العالمين ممكن ما يبقاش فيه أزمة خالص بخصوص التضخم عن طريق ارتفاع سعر البترول، لأن هو حاليا دلوقتي 71 دولار، فنزل من 73 ل 71 دولار، فحصل استقرار بشكل عام، نفس الاستقرار اللي حصل بعد الأزمة الهندية الباكستانية، يعني الحرب اللي هي في خلال 4-5 أيام ورجعت تاني الأمور الطبيعية، ونفس الأزمة اللي حصلت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والحمد لله رب العالمين بعدها، بس هي قعدت فترة شوية، قعدت حوالي سنة، بس بعد كده الأمور رجعت وتستقر مرة تانية. فالحمد لله حصل تصحيح، فالحمد لله مفيش امور بخصوص التضخم امور تخوف في الفتره دي، الا لو الحرب طولت اكتر من 20 يوم، ساعتها هيبقى في تخوف. فلغايه دلوقتي مضيق هرمز ما اتقفلش، ولغايه دلوقتي مضيق باب المندب تم فيه عبور سفن وحاويات ضخمه جدا جدا جايه من جنوب شرق اسيا، فالامور ماشيه كويس الحمد لله حتى الان. فمصر تقدر تستحمل ان هي تبقى تدعم الفتره دي لمده 20 يوم شهر، بس مش هتبقى اكتر من كده. وفي كل الاحتمالات بتقول ان الحرب ممكن تخلص في خلال من اسبوعين، يعني من 10 ايام لاسبوعين. يعني لسه الامور ماشيه في النقطه دي، لان الطرفين مش مستحملين يكملوا اكتر من كده، لا ايران ولا اسرائيل، فالامور ماشيه كويس. طيب خلينا نقول كده بعض المعلومات. حاليا دلوقتي سيتي بنك، احنا عارفين كلنا ان في الازمات بيحصل ارتفاع في سعر الذهب، فالحمد لله ما حصلش ارتفاع يخوف في سعر الذهب، لان سيتي بنك حتى متوقع في سنه 26 ان الذهب هينزل، ان الذهب النهارده عالميا 3300 دولار. سيتي بنك متوقع في سنه 26 السنه الجايه اخر 25 او 26 الذهب هينزل تحت ال 3000 دولار وهيوصل ل 2500 دولار. فالذهب يعني الاتجاه اللي جاي كله اتجاه نزول، فالامر ده برضو كويس، يعني بيخليك الفتره اللي جايه تعرف ان هيبقى في استقرار في سعر الذهب، وبالعكس هينزل. فبرضو الستيل العقار رقم واحد في الاستثمار، وده اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ان الذهب ابس اند داونز، وفي الازمات بيعلى وفي الاستقرار بيهدى. حتى الان دلوقتي في ازمه ومع ذلك بينزل. طيب الاتجاه في امريكا ان الفايده عايزين ينزلوها، فكل ما الفايده تنزل كل ما الناس هتبيع الذهب وتتجه انها تشتري دولار في الاذون الخزانه الامريكيه، فبالتالي في يعني في عنصر تاني بيبقى مؤثر في نزول سعر الذهب عالميا، اللي هو نزول الفايده في امريكا. حاليا دلوقتي الفدرالي بيدرس يا هيثبت الفايده على 4 وربع 4 ونص، يا اما هينزلها عن كده. فده حاجه كويسه جدا. حتى مصر اتجاهها اصلا نزول الفايده مش طلوع، احنا مش عايزين الحرب تطول اكتر من كده عشان ما يبقاش في تضخم عالي فنضطر نعلي، بس ان مش هيحصل الامر ده، يعني لانه مستبعد تماما انه يحصل مره ثانيه. الاتجاه هو النزول، يا ثبات يا نزول، فده امر كويس جدا. الامر الاخير البترول، لو هو الحرب تمت ولسه مستمره، يعني هتستمر فتره اطول، فالبترول هيتراوح ما بين 70 ل 80 دولار. لو الازمه تم يعني الجلوس على طاوله المفاوضات والازمه خلصت، فبالتالي مش هيبقى في ضرب من الحوثيين، فيبقى في اتفاق بشكل كامل، فساعتها قناه السويس هتشتغل كويس جدا جدا، فبالتالي الايرادات الدولاريه هتزيد مع السياحه بتاعت البحر الاحمر هتزيد. فالامر ماشي الحمد لله وفي صالحنا حتى الان، حتى الحرب واستمرارها الاسبوعين اللي جايين دول برضه في صالح مصر، ان يحصل عمليه انهاك للجيش الاسرائيلي وما يفكرش يخش في اي صراعات مره ثانيه، لان الضربه الايرانيه لازم تبقى شديده الفتره اللي جايه، عشان ده بيخليه ياخد القرار بعد كده ان هو يحارب اي دوله فيها جيش منظم، يبقى صعب شويه، فده هيدينا حاله من الاستقرار عندنا. طيب زي ما اتكلمنا عن الفايده البنكيه في مصر، نكمل. احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين الفايده اللي موجوده في مصر اعلى من التضخم ب 8%. ده رقم ممتاز، اول مره يحصل من فتره طويله جدا جدا ان الفايده البنكيه اعلى من التضخم ب 8%، يعني احنا معانا حريه نزول من 8 من 4 ل 6 ل 8% في الفوائد بتاعتنا. ده بيساعدنا جدا ان اول مره يبقى صندوق النقد الدولي يبقى القرار ان احنا ناخد قرض من صندوق النقد الدولي يكون في صالحنا. ليه بقى؟ لان ده طمن المستثمرين. حصل خروج للهوت ماني خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا حوالي 800 مليون دولار، ورجعوا مره ثانيه في خلال 24 ساعه 48 ساعه رجعوا مره ثانيه.
وده اول مره صندوق النقد الدولي يبقى في صالح الاقتصاد المصري بشكل اللي هو ملموس، يعني بشكل الافراد والشعب نفسه يعني. لان لما دخل تاني الهوت ماني اللي هو 800 مليون دولار اللي خرجوا ورجعوا مره تانيه، بسبب ايه؟ بسبب ان مصر ما تخلفتش على ولا مراجعه للصندوق النقد الدولي، المراجعه الاولى والثانيه والثالثه، يعني 3 مراجعات. في ال3 مراجعات تم اشاده من صندوق النقد الدولي ان احنا ماشيين على المسار. فده خلى المستثمر يثق في الاقتصاد المصري ويكمل استثماره في الاقتصاد المصري، وده حاجه كويسه جدا جدا. وده مؤشر ان في ظل الازمه الاقتصاد المصري ماشي بشكل كويس، على الاقل ماشي بشكل مستقر. وطبعا مع كل الاستثمارات اللي ضخت في منطقه الاقتصاديه بجانب قناه السويس، ده طبعا اعلى جدا المعدل الدولاري في مصر، وده حاجه كويسه جدا. المصانع دي بيبقى فيها استابيليتي شويه، وبيحصل دخل دولاري بشكل مستمر، غير الهوت ماني اللي بيبقى على حسب الازمات اللي حواليك او الجيوسياسيه اللي حواليك. لو حصل حرب الاستثمار بيطلع، ولو حصل استقرار الاستثمار بيجي. لا بالعكس، لما بيبقى عندك مصانع دي بتبقى اصول ثابته، بيقدر ان هو البلاد اللي تمت انشاء المصانع الموجوده هنا تستغلها، وضخ دولاري مستمر، مع طبعا توفير العماله، ومع طبعا وده اهم حاجه ان احنا نعرف النو هاو بتاعه الصناعات دي، زي مثلا صناعه السيارات والغزل والنسيج او حتى النانو تكنولوجي زي الاي اي والحاجات دي كلها، ان هي تبقى موجوده في المنطقه الاقتصاديه. فاحنا بنبقى عارفين النو هاو، فبساعتها نقدر احنا نفتح مصانع مصريه وبعماله مصريه وهكذا. يبقى في تنافس بشكل كبير جدا، مع استغلال ان الميزان التجاري ما بين امريكا والصين دلوقتي حاليا بيبقى في تفاوض ان هم يقدروا ان يبقى في تفاهمات، بحيث ما يبقاش في ازمه بين امريكا والصين. مع ان ارتفاع برضو التعريفه الجمركيه على الصين ساعدت مصر ان هي تقدر تكون وجهه اقتصاديه، ان